صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما درجة الحرارة زادت. حاجات مهمة لازم تاخدوا بالكم منها لأن دي فيها خطورة على حياتكم. اوعوا تسيبوا الحاجات دي في العربية، وخصوصا لما تبقى العربية في الشمس، لأن لا قدر الله ممكن الحاجات دي تنفجر وتعمل كارثة حقيقية. أولها الولاعات. اوعى تنسى الولاعة في العربية في الحر والشمس دي، سواء سايبها بره او في تابلو العربيه. تاني حاجه المواد القابله للاشتعال زي المطهرات والكحول. اوعى تسيب ازازه كحول في العربيه وخصوصا في الشمس. تالت حاجه السبريهات، اي سبراي، اي حاجه بتترش، مزيلات العرق، اي سبراي مطهر، اي سبراي مضغوط، اي سبراي مضغوط، اوعى تسيبه جوه العربيه وانت حاططها في الشمس. ازايز البرفانات لان فيها كحول، حتى ازايز الميه خلي بالك ان ساعات لما بتسيب ازازه الميه ممكن تنفجر. هي طبعا مش هتشتعل، بس ضغط الانفجار ده ممكن يبوظ او يكسر اي حاجه جوه العربيه. اي جهاز ليه بطاريه سواء موبايل او الباور بانكس دي يا جماعه من اخطر الحاجات اللي لو تعرضت لحراره وضوء شمس مباشر بتنفجر وتعمل حريقه. يا ريت نخلي بالنا، وخصوصا في درجات الحراره العاليه وللعربيات اللي بتتركن في الشمس. اوعى تنسى اي حاجه من الحاجات دي لان دي فعلا هتعمل كارثه. يا رب يحفظ الجميع. شير الفيديو عشان نفيد ناس كتير ونحمي ناس كتير، وربنا يحفظنا جميعا يا رب. وصباح السعاده.